ولادك طول الوقت بيتخانقوا، تعبتِ من الخناق وحل المشاكل ما بينهم، طول الوقت عاملة زي القاضي وعايزين حد طول الوقت يفُك الخناقة دي وما عادش غير بس خناقاتهم. أهلًا وسهلًا بيكم وفيديو جديد دكتورة هند عزت. لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة أتمنى تشترك، ولو ما عملتش لايك أتمنى تعمل لايك عشان يوصل الإفادة لأكبر عدد من الناس. حل الشجار والنزاع والخلاف بين أولادي إزاي؟ إزاي أحل مشكلة الغيرة بين الأطفال؟ الخلاف اللي بيحصل ما بين أطفالك بيحدد شخصية طفلك، بيقول للي حواليه أنا ليا شخصية، ليا كيان، أنا شخصية منفردة منفصلة عن بقية أفراد أسرتي. وأحيانا تانية بيكون الطفل مش حاسس إن هو واخد الاهتمام والحب الكافي. أولا مشاعر الغيرة بين الأطفال مشاعر طبيعية جدا، فالمبدأ الأساسي هو إن إحنا ما نخليش الطفل يتكبت بمشاعره ونقول له ممنوع تغير من أخوك، ما ينفعش تحس كده، لازم تحب أخوك. كون ان انت كبتي المشاعر دي اوعي تفتكري ان هي هتتنسي او هتختفي، هتفضل جواه وهتظهر في شكل سلوكيات مش هتعجبك. طب انا ليه اكبت الطفل واخليه في حاله مش طبيعيه وسلوكياته تبقى مش طبيعيه؟ خليه يعبر عن اللي جواه دوت في شكل طبيعي وقدامك، بدل ما يحس ان هو طفل منبوذ او طفل مش كويس لانه عنده مشاعر غيره ومش قادر يحب اخوه. مطلوب منك ان انت تستخدمي اساليب معينه هقولك عليها عشان تقلل المشاعر وتقلل المشاحنات والخلافات دي. وتاني حاجه ان انت تتاكدي من ان انت فعلا بتدي مشاعر الحب والاهتمام، خصوصا الكفايه لكل طفل على حده، ان انت بتقدري كل طفل وبتراعيه ومتاكده ان انت فعلا مهتميه بالطفل ده. انت هتعملي حدود في حاله المشاحنات والخلافات، هتحطي قواعد كده للخلافات اللي بتحصل دي بحيث ان مفيش طفل يتاذي من طفل تاني. القاعدة عايزاكي تتعلميها ان انت ما تستخدميش المقارنات ابدا بين اطفالك، يعني مثلا ما تقوليش لطفل شوف فلان بيربط الجزمة وبيلبسها لوحده، او شوف فلان بيعمل كذا ليه ما تعملش زيه. فده اسلوب صعب جدا، انت بتظلمي فيه الطفل وبتحطيه في محل عدم ثقة، هو كده بيطلع طفل مش واثق في نفسه. النقطة التانية ان انت ما تتدخليش على طول اول ما يحصل خلاف او شجار، يعني مثلا حصل خلاف وشجار قدامك، حاولي تخليهم يسووا الامور ما بينهم، ده هيعلمهم المسؤولية وان كل طفل مسؤول عن الخلاف ده، بدل ما كل واحد يبقى راسم دور الضحية. طول ما هما في محافظين على القواعد ان مفيش ضرب مفيش تنمر، يبقى سيبيهم هما يحلوا مشاكلهم ويتعلموا من الخلاف اللي حاصل. اوعي تيجي على طرف على حساب التاني. احيانا الام بتيجي على الكبير عشان هو اللي المفروض يتنازل، وده غلط. لازم الاطفال يتعلموا ان هما الاتنين يحلوا مشاكلهم، وما ينفعش الام تنحاز لطرف على حساب التاني. الحاجة التالتة ان انتوا تتأكدوا ان انتوا بتدوا كل طفل حقه من الحب، لو حتى بتديله 15 دقيقة في اليوم لازم تتأكد ان انت في ال 15 دقيقة دول ذهنك صافي وكل انتباهك واهتمامك ليه، ما يكونش ذهنك مشتت في حاجة تانية. الحاجة الرابعة أعلمهم قواعد الخلاف، يعني هقول لهم صحيح ان احنا ممكن نختلف، ممكن نتضايق من بعض، ممكن نحس بالغيرة من بعض، هتوصلي لهم احساس ان مشاعر الغيرة مشاعر طبيعية ممكن نحس بيها، ممكن نحس بمشاعر ونعبر عنها، بس بشرط في قواعد للتعبير. يعني ما ينفعش ان احنا نشتم، ما ينفعش ان احنا نضرب بعض، ما ينفعش ان احنا نقفل باب، ما ينفعش نكسر حاجة. لو حصل خلاف ممكن ان احنا نسيب المكان ونمشي عشان نهدى. الرابعة ان انتم ما تعلموش ولادكم ان كل حاجة لازم اديها بعدل وبانصاف، لان مش معنى العدل المساواة المطلقة، ساعات بيكون في طفل محتاج لحاجة اكتر من التاني، في طفل ممكن يروح ينام بدري، طفل تاني ما ينفعش يروح في الوقت ده ينام، في طفل تاني محتاج ان هو ياخد الحب اكتر، في طفل تاني بيبقى حساس اكتر. فانا مش معناته ان انا بدي مشاعري على حساب طفل تاني، بس في طفل بيبقى عايز حتة كده زيادة عن طفل تاني، فمش معناته ان انا اعامل كل الاطفال زي بعض عشان يبقى في عدل ومساواة، لازم اديله الحته اللي هو محتاجها. الحاجه الرابعه ان انت لما تدي طفل امتياز في حاجه معينه، الطفل التاني هياخد امتياز في الحاجه التانيه، بحيث ان الاطفال كلها تحس ان هي مشاركه في المسؤوليه وان هي لها دور. في حالة إن الأطفال اتخانقوا شتموا بعض ضربوا بعض، هتتصرفي إزاي؟ في الحالة دي هتقولي لكل الأطفال إن هم هيروحوا بدري يناموا، أو هم كل الأطفال لو ما توقفوش عن العمل اللي بيعملوه دلوقتي هنروح البيت دلوقتي حالا، أو كل الأطفال طالما أنتوا وصلتوا للحالة دي خلاص إحنا مش هنلعب وهنبطل لعب، يعني كله هيتعاقب بنفس العقاب بدون ما يجي طفل يقولك هو عمل وتسمعي لحد والتاني وتفضلي تحلي في مشاكلك طول اليوم ما بينهم. في الحالة دي انت مش هتحلي مشاكل ما بينهم، في الحالة دي كل طفل لازم يبقى مسؤول عن اللي حصل، وكل طفل أخطأ في حتة معينة لازم يعرفوا المسؤولية تجاه الخلاف، يعرفوا ان هم مسؤولين عن الخلاف ده بدون ما كل طفل يعمل دور الضحية.
نقطة رقم 7 إن أنتِ هترسّخي في كل طفل إن إحنا أسرة واحدة، إحنا عيلة واحدة، إخوات يعني دم واحد، يعني في الآخر لازم إحنا نحاول نخلّي بيتنا ده أحلى حاجة، نخلّي بيتنا جميل وهادي، يعني أنتِ هتوصّلي له إن إحنا كلنا مسؤولين عن بعض، وهتنمّي ده جواه. النقطة الأخيرة وأهم نقطة في النقط كلها إنه لما يحصل خلاف ما بين أطفالك لازم تبقي معترفة بمشاعر طفلك، يعني تقولي له أنا عارفة إن أنت حاسس بالضيق من أخوك، أنا عارفة إن أنت حاسس بالغيرة، هتسمي له اسم المشاعر علشان لما تطلعيها وتخليه يعبر عنها مش هيظهر منه سلوك وتصرفات سيئة. المشاعر طالما طلعت وتعبر عنها انسي إن هي تتعبر في صورة تصرفات، طول ما هي موجودة هتظهر في تصرفات سيئة. فإحنا هنخلّي الطفل يعرف يعبّر إزاي، أنا عارفة إن أنت غيران شوية من أخوك علشان مثلًا هو صغير وممكن يكون محتاج اهتمام أكتر، أنا عارفة إن أنت متضايق، بس ما ينفعش حتى لو أنت متضايق إن أنت تضربه، أو إن أنت كان ممكن تكلمه بطريقة أهدى من كده بشوية. في النهاية أنا باشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى يعجبكم الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس، ما تنسوش تعملوا لايك.